يا مساء الفل. معظم اللي في ثانوية عامة اليومين دول دايما يقولوا لك احنا حاسين ان احنا مقصرين، انا حاسس ان انا مش عامل اللي عليا، انا حاسس ان السنة بتضيع مني. لسه ما حسيتش ان انا دخلت في جو الثانوية، ما حسيتش بالضغط اللي هو بتاع الثانوية، ودايما حاسس ان انا مقصر في المذاكرة رغم ان انا بذاكر وعامل اللي عليا، بس حاسس ان انا برضو مقصر وان لسه في حاجة ناقصة. قبل ما اقول لك ايه طبيعة الاحساس ده، خليني اقول لك انت ازاي اصلا تعرف اذا كنت مقصر فعلا ولا مش مقصر. انت تعرف ازاي اذا كنت مقصر ولا مش مقصر في ثانوية عامة؟ الموضوع ببساطة ان انت بتروح الدروس وبترجع بتخلص الحاجة اللي وراك، او بتخلص الحاجة اللي عليك طول الاسبوع. لو انت في دروس ما خدتهاش او خدتها في الحصة وما رجعتش ذاكرتها خالص ولا تعرف عنها اي حاجة، الحاجات دي فايتاك بمعنى اصح، فانت كده مقصر. طبيعي ان يكون فايتك حاجات، درس درسين تلاتة اربعة ماشي، درس في كل مادة لسه فايت عليك مفيش مشكلة. لكن كميات كبيرة فايت عليك في كل مادة، فصل كامل باب كامل درسين تلاتة في كل مادة، أو لو مادة واحدة مثلا وقع منك فيها فصل كامل، لا كده انت ايه، لسه في حاجات فايت عليك، كده انت مقصر في حاجات. لكن لو انت عامل اللي عليك وفايتك شوية حاجات بسيطة اللي هي الطبيعية، طبيعي ان انت هيفوتك حاجات، ده الطبيعي، ما تتخضش من الكلام اللي انا بقوله لك، لازم هيفوتك حاجات ولازم في دروس انت عارف ان انت لسه مذاكرتهاش، ده الطبيعي، مش جاي لك نفس يا سيدي تذاكر اي حاجة ما علينا، بس الطبيعي ان في حاجات بسيطة هتكون فايتاك. فلو انت عامل اللي عليك وبتخلص مذاكرة وفي حاجات بسيطة هي فايتاك، فخليك عارف ان الاحساس اللي بيجيلك بتاع التقصير هو ده الطبيعي. طول السنة هيفضل معاك الإحساس بتاع التقصير ده، هتفضل طول السنة عمال تقول أنا حاسس إن أنا مقصر، أنا حاسس إن أنا مش عامل اللي عليا. وخليني أقولك حاجة، فكرة إن أنت لسه مش حاسس بالضغط بتاع الثانوية، الكلام ده جالك من الناس اللي كانوا في ثانوية قعدوا يقولوا لك دول مضغوطين، وكنت بتشوفهم بقى وهما بيذاكروا مش عارف بال 17 ساعة في اليوم، ومضغوطين في المذاكرة وقرفانين وقافلين الأكونت بتاع الفيسبوك والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها كده كده هتحصل معاك، بس استنى ما تستعجلش، كل ده لسه هيجي مع الوقت، هتاخد خوازيق بما فيه الكفاية، بس اصبر. ليه مستعجل؟ ليه مستعجل على التعب من دلوقتي؟ ليه مستعجل ان انت يعني ما اقول لك ايه، اهدى على نفسك شوية، لسه بدري، خد كل حاجة في وقتها، بلاش تتسربع. الزنقة بتاعت المذاكرة والحاجات دي كلها لسه وقتها هيجي، ما تتسربعش. بس الفكرة دلوقتي كلها ان انت الطبيعي اللي انت فيه دايما هتحس ان انت مقصر، ودايما هتحس ان انت قرفان. عارف انت اللي هم بتوع برج الجوزاء بالظبط كده، شوية هتلاقي نفسك مبسوط جدا وفرحان وعايز تذاكر والدنيا بالنسبة لك بامبي وزي الفل، وشوية تحس ان انت مكتئب زي البنات بالظبط، هتبقى بص حتى لو انت بنت هتبقي بنت اكتر ما انت بنت، تبقى حاجة خانقة. هي الثانوية كده، الثانوية طول الوقت انت كويس وحش وكويس وحش كويس وحش، هتفضل كده على طول. فانت كبر دماغك، ما تحطش الموضوع في دماغك قوي عشان ما يأثرش عليك نفسيا. لو احساس الخنقه اللي بيجيلك اللي هيفضل يجيلك طول السنه هيتكرر عليك مليون مره، وبعد كده ترجع كويس وهتتكرر عليك كتير، ودايما تحس ان انت مقصر، وبعد كده تحس ان انت عامل اللي عليك، ده الطبيعي، هيفضل معاك طول السنه الكلام ده. فلو انت ركزت في الحاجات اللي بتجيلك والحاجات اللي جايه تشتتك او تشتت تركيزك عن الهدف اللي انت عايز تروح له، انت كده هتضيع وقت كبير قوي. انت احسن حاجه ان انت تكبر دماغك وانت قدامك هدف مركز عليه، وما تنزلش عينك من عليه ابدا، انت مركز وخلاص. احساس التقصير اللي بيجيلك هيبقى صح لو انت فعلا فايتك حاجات في كذا درس زي ما قلت لك في اول الفيديو، اما لو انت فايتك حاجات بسيطة قوي دي اللي تحاول تلمها، والاحساس اللي عندك ده طبيعي، فما تخافش من اي حاجة، انت ماشي زي الفل وما تقلقش. والثانوية العامة سهلة وزي الفل وما توترش نفسك. هتلاقي فيه على البيج، هتلاقي فيه فيديوهات كتير قوي معمولة من السنة اللي فاتت ومن السنة اللي قبلها عن طريقة المذاكرة وتنظيم الوقت، واي حاجة انت ممكن تتخيلها، لدرجة الناس اللي هي بتذاكر وهي بتسمع اغاني عايزين يعرفوا الكلام ده صح ولا غلط، هتلاقي فيديو موجود لأي حاجة انت ممكن تتخيلها، هتلاقي الفيديو بتاعها موجود.